طيب طبعا حضرتك عارف ان من العوامل المساعده في نجاح اي مؤسسه هو توافر البيئه العمليه الصالحه بالنسبه للموظفين، فعايزين نعرف من حضرتك دور المؤسسات ايه في انشاء هذه البيئه العمليه الصالحه والتطوير من الاداء الوظيفي للموظف. في علم مهم جدا كنا درسناه في الام بي اي واسمه اورجانيزيشن بيهافير، سلوكيات المؤسسات. العلم ده بيهتم ان هو بيدرس سلوكيات المؤسسه ككل من حيث الفرد ومن حيث الجروب ومن حيث الاورجانيزيشن ككل. تمام. بيدرس الحاجات المؤثره اللي ممكن تاثر على الفرد في سلوكه من السلب للايجاب. بمعنى انا النهارده لما مثلا عايز في حاجه اسمها جوب ساتسفاي، الرضا الوظيفي. انا النهارده لما عايز اجعل الموظف بتاعي، لو الموظف بتاعي في الشركه مش مبسوط من شغله ومش حاسس بقيمه اللي هو بيعمله، عمره ما هيأدي بالصوره اللي انا عايزها، فانا بخسره. او حاطه في المكان الغلط فانا بخسره. في الاورجانيزيشن بيفر اللي هو الاو بي، انت بتدرس العوامل كلها اللي تقدر تخلي الموظف اللي عندك يحس بقيمه الحاجه اللي بيعملها. تمام. فبالتالي هو مجرد ما يحس بقيمه اللي بيعمله وهو اد فاليو للمكان، اوريدي هو بتاخد منه برفورمانس واداء عالي جدا. بالظبط. ده على مستوى الفرد. وفي طبعا عندنا اجزاء كتير جدا على المستوى الانديفيدوال. خلينا نقول التقدير في الشغل. بالظبط كده. صح؟ بيفرق جدا. بيفرق كتير جدا. والتقدير مش كله مادي. يعني مش كله مادي. طبعا. يعني في مادي وفي معنوي، بس المعنوي كتير جدا جدا، وفي دراسات كتيره جدا بسبب القصه دي، ان معظم الناس اللي بتمشي من شركات هي بتمشي بسبب عدم التقدير المعنوي مش المادي. صحيح صحيح. المستوى الجروب من ضمنها الكوميونيكيشن. انا ازاي اعمل بيئه تواصل محترمه، ازاي لما انقل معلومه من مكان او من شخص لشخص توصل مظبوطه، ما توصلش لحضرتك. انا النهارده لما بنقل معلومه من شخص لشخص، انا النهارده قلت حاجه، معايا واحد معايا في زميلي في الشغل، فهو وصلها لواحد ثالث، فهو اكيد مش هيوصلها زي ما انا هوصلها. فهنا بندرس برضه وبنعرف الواي والميثودز في الكوميونيكيشن الكويسه والمظبوطه والبروفيشنال عشان تقدر تعمل بيئه تواصل محترمه جوه المكان. أوكي. بالنسبه لمستوى الاورجانيزيشن ككل، ازاي تحط بوليسي وسياسات تضمن حقوق الناس اللي موجوده، وتضمن حقوق الناس مش بس ماديا، كمان في العلاقات والسلطات لكل واحد موجود في الاورجانيزيشن. فالاو بي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، وهي اللي بتنقل الشركه او المكان المؤسسه من بيرفورمانس لبرفورمانس ثاني خالص. تمام. لان انت بتخلقي بيئه عمل صحيه بنسبه كبيره جدا. دكتور مهندس احمد عبد الغني، والحاصل على الماجستير والدكتوراه في اداره الاعمال، انا بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا، والحقيقه افدتنا بمعلومات حضرتك القيمه. الحقيقه يعني ان شاء الله يكون في بينا لقاءات متعدده عشان نفيد اكتر الساده المشاهدين. يعني انا سعيد جدا والله بتواجدي مع حضرتك، ويا رب اكون كنت ضيف خفيف على الساده مشاهدينك الكرام وعلى حضرتك. انا اسعد يا فندم، شكرا جدا لحضرتك. شكرا.